ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا محروس الجامد، اشطر واحد مع المستر احمد في الانجليش. Oh, I did a mistake yesterday. قلت ايه؟ ايه يا فلفل؟ هو انا قلت حاجة غلط في كلامي؟ انا قلت I did a mistake yesterday. هو في ايه غلط في كلامي؟ طبعا غلط. الغلط في كلامك قبل ما يكون في حياتك. المفروض تقول make a mistake. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ على فكرة فلفل قال صح، ولذلك لازم نوضح النهاردة الفرق بين دو وميك. دو وميك من اكتر الحاجات اللي ممكن الطلبة او ممكن الناس اللي بتتكلم انجليش عامة تتلخبط فيها، ولكن ان شاء الله بعد الفيديو ده مش هتتلخبط فيها تاني. عايزين نعرف ايه الفرق وامتى استخدم ميك وامتى استخدم دو. نخلينا في دو الاول. رقم واحد، استخدم دو امتى؟ استخدمها لما اكون بتكلم عن نشاط او مهام، عن تاسك او عن اكتيفيتي. زي ايه؟ زي انا ممكن اقول I do exercise، ما اقولش I make exercise، لان الاكسرسايز ده عباره عن نشاط بعمله. اقول I do my homework، لان الهومورك الواجب بتاعي برضو نشاط بعمله. I do yoga every morning. وكمان اقدر اقول I do the laundry، I do the dishes، انا بغسل الاطباق او انا بغسل الغسيل. تمام؟ طيب نروح لميك. استخدم ميك امتى؟ استخدم ميك لما اكون بتكلم عن شيء انا هنتجه او هتسبب فيه. المهم ان في حاجه جديده هنتجها. تمام؟ زي ايه؟ ممكن اقول I make a cake. الكيكه دي حاجه انا بنتجها، تمام؟ حاجه بصنعها. اقدر اقول I make a plan for the weekend. اقدر ان انا اعمل خطه لاجازه نهايه الاسبوع. يبقى ده شيء انا انتجته. تمام؟ اوكي، I will do a decision now. يا محروس، غلط تاني. القرار ده بننتجه فبنقول make a decision مش do a decision. طيب خلاص ما تزعقش. I will make my homework now. لأ، الواجب ده مجرد نشاط مش حاجة جديدة، فلازم نقول do my homework مش make my homework. تمام، خلاص انا كده فهمت. I will do a cake for you. يعني هتعمل لي تمرينات ضغط ولا ايه؟ لا يا عبقري، بنقول make a cake لأن الكيكة حاجة ملموسة. طيب يا محروس، انا هديلك شويه امثله توضيحيه تاني علشان خاطر تفهم اكتر. انا ينفع اقول على دو، اقول do a favor، do exercise، do the dishes، do the laundry، do yoga، do sports، do your best، do the shopping. تمام؟ تعال نروح لامثله اكتر على make. ممكن اقول make a decision، make a cake، make a plan، make a list، make a progress، make friends، make a promise. تمام؟ فكل الحاجات دي انا بصنعها، حاجه انا بنتجها. تمام يا محروس كده؟ يا رب تكون فهمت الدرس كويس. خلاص يا فلفل، انا كده خلاص فهمت الفرق، واعرف حتى كمان اديلك مثال عليها دلوقتي. حتى بص، I will make my best to learn English. غلط تاني يا أذكى اخواتك. لازم تقول do my best مش make my best. تمام يا شباب، اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون فاد الجميع، وبعد كده نقدر نفرق بين دو وبين ميك. ويا ريت ما نغلطش كتير زي الاخ محروس لما كان بيغلط، ونعمل زي فلفل شاطر، فيا ريت نبقى شطار زيه. فضلا وليس امرا، ما تنساش تشترك في القناه علشان خاطر يوصلك كل جديد. واي استفسار او اي حاجه عايز تسال عنها، سواء كلمه عايز تعرف بتاخد دو او ميك، ممكن تقدر تكتبها في التعليقات وانا برد عليك. الاشتراك بتاعك مش هيخسرك، اللايك بتاعك مش هيخسرك. مع العلم انا تعبت جدا في الفيديو بتاع النهارده. مره حد بتاع الانابيب وهو معدي يقوم جاي مبوظ لي الفيديو. بتاع الروبابيكيا نفس الكلام. فريده بنتي وقعت لي الكاميرا مره واثنين. ففضلا وليس امرا قدر مجهودنا اللي احنا بنعمله في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.